بالنسبه لهاد الدونات هادو اللي غنصايب، عبرت بهذا الكاس هذا يكون كبر من الكاس ديال اتاي. اللي بغى المقدار ديال ستة الدونات يدير نص الكميه، واللي بغى 12 يدير الكميه ديالي. انا درت 4 الكيسان ونص ديال الدقيق وبهذا الكاس هذا. وهنا ضفت واحد البيضه، وضفت معلقه كبيره ديال الخل، معلقه ديال الخميره ديال الدار، وجوج معلقات ديال السكر سنيده، ونديرو فاني، نص كاس ديال الزبده ذوبتو في كاس تاع الحليب. ودائما اللي بغى المقادير شويه ينقسم المقدار على جوج. صافي غادي نبدا نعجن بهاد الحليبه هادي. ماما الطفل ديال الباطيل سوربريسه سبريسه. وما نساوش واحد الرشه ديال الملح ونعجن العجينه ديالي. وبعد ما عجنت العجينه ديالي غنحطها في واحد الاناء ونغطيها لمده ساعه نخليها تختمر. اهم حاجه الاختمار في كل المراحل. وهنا مرت ساعه والعجينه اختمرات، غادا نوجدها. ومن بعد طلقت العجينه على هذا الشكل هذا، وما تكونش رقيقه بزاف، تكون سميكه بعض الشيء. صافي وغادي غادي نطبعها بهذا الشكل هذا، ونجيب شي حاجه باش نخويها من الداخل. صافي على هذا الشكل هذا نحطها في الطاوه ديالي ونستمر بنفس الطريقه. المهم انا مازال ما كملتش، وهذه الطاوه الاولى. المهم غنغطي الدونات ديالي باش نخليهم يخمروا مره اخرى عاد باش ندخلهم الفران. صافي هاد الدونات ها هما وجدوا، طيبتهم كيجيو زوينين بزاف ورطبين. المهم تبعتوا معايا المقادير. دابا غنمشي لمرحله التزيين. عندي هنا شوكولاته ديال نيستلي في الكحل وخديت في البيض. بالنسبه للتزيين اختياري، درت شويه اللوز مقطع، درت بسكويت ديال الدايجيستيف، ودرت بسكويت ديال الاوريو، وعلى حسب الرغبه ديالكم كيف ما بغيتوا الطريقه ديال التزيين ديالكم ديروها.